بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ورئيس الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة والمعالي، رؤساء دول وحكومات دول أعضاء في الآلية الإفريقية، معالي السيد موسى فاتي رئيس مفوضية الاتحاد، سادة والسيدات رؤساء ومسؤولو المؤسسات المالية والمصرفية الإفريقية، السيدات والسادة ممثلو القطاع الخاص الإفريقي، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، أنا بودي أن لا أقرأ الخطاب الذي كان جاهزا، سأتكلم مثل أشقائي الرؤساء الذين سبقوني، سأتكلم من القلب من الصميم. نحن فخورين بإنشاء هذه الوكالة، ونقدم تحياتنا الخالصة لكل من كان سببا في إنشاء هذه الآلية للتقييم l'agence de notation، لأننا واثقون بأن إفريقيا هي المستقبل، وكل العالم حتى العالم الغربي يعرف أن إفريقيا هي المستقبل. كانت ناقصة فيه آليات التقييم بين زملاء موجودة، آليات التقييم لاقتصاد كل دولة على حدة ممكن موجودة، آلية تقييم وتنقيط كل الدول الإفريقية معا كان ناقص، واليوم مع إنشاء مؤسسة للتنقيط أصبح البناء جاهز وكامل. أتقاسم مع أشقائي الذين سبقوني أن وكالة التنقيط نعمل كلنا أن نجعل لها مصداقية، لأن بدون مصداقية ما تكونش لها فعالية. أن نبتعد عن التقييم الغير علمي الغير المنطقي والغير الاقتصادي. وبالتالي أعتقد بدون أن أطول عليكم أن وكالة التنقيط هذه لبنة جديدة في اقتصاد إفريقيا، وأنها ستكون لها الإيجابية الكاملة بالنسبة للدول. تكلم فخامة الرئيس زامبيا عن إمكانيات الكهرباء، تكلم عن إمكانيات ربما تنمية الفلاحة للتغذية الكاملة لكل إفريقيا. كل هذا ممكن لو رجعنا إلى تقييم أنفسنا قبل أن يقيمنا الآخر، وهذا ممكن جدا. وأتمنى النجاح لهذه الوكالة، وستجدون في الجزائر مناضلا أخا لإفريقيا ولنجاح إفريقيا. السلام عليكم.